واخلي حبيبي. ايوه يا مسلم اللي جاب لك يخليلي. الصوره دلوقتي تعرفكم على كل الناس النزلاء اللي عندها عشان برضه تبقوا موجودين معانا كل مره، تبقوا عارفين مين اللي موجود معانا. انا هبدا بعم عبده حبيب قلبي ربنا يخليه لي. عم عبده كان اول نزيل معانا، دلوقتي بقى موظف معانا ومش هنقدر نتخلى عنه مهما حصل، هو معانا ومش هنسيبه، ربنا يحفظه. ربنا يحفظه. ومعانا كمان هدى الجميله القمر منورانا اللي عايز يتجوزني. وماما صباح هنا كمان احلى الشيف صباح بتعمل لنا احلى اكل ربنا يكرمها. وماما رضا ربنا يخليها لنا يا رب، يعني قايمه على اعلى مستوى بالدار، ربنا يجازيها كل خير يا رب. وعندنا جليله حبيبه الملايين لسه جايه اول امبارح. جليله لا مش كده، ده نجف منوره ربنا يحميها يا رب. عشان الناس اللي بتقول افصلوا الستات عن الرجاله، الرجاله بتنام فوق، بس لما يبقى عندنا ضيوف بننزلهم عشان ما يناموش لوحدهم. وعندنا الجميله ماما اعتماد زي العسل، ربنا يخليها لنا يا رب، ما نقدرش نستغنى عنها. ربنا يحميها ويحفظها ويرعاها بعينه التي لا تنام يا رب العالمين. والهام وضحى وفيفي ونسرين جوه ودعاء وكمان مين تاني؟ فاطمه ونصره، ربنا يحميهم يا رب ويرعاهم بعينه التي لا تنام، ونقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه نفرح بيها مجتمعنا يا رب. وشكرا ليكم لوجودكم معانا النهارده عشان انتوا حابين تزوروا العمل الخيري. ده احنا بنيجي هنا بنبقى مبسوطين اقسم بالله، ما بنبقاش عاوزين نمشي. احنا كده عرفناكم على العيله اللي موجوده كلها هنا مملكتنا، وعيله جميله والله، وان شاء الله تصوروا فيديوهات كتير مع الناس الطيبه الجميله دي. وانتظر منكم كل الدعم لدار زهرة مصر، هسيب لكم كل اللينكات بتاعتهم بتاعت الدعم تحت في الكومنتات، واي حد يقدر يساعد بشيء ما يتاخرش. الدار هنا جميله ان شاء الله، بيكم هتبقى اجمل واجمل واجمل. هوب بص كده انا نضفتها، شفت بقى الحلوه ازاي؟ انا عايزك تهدى خالص. هبه استاذ ابراهيم بيقول يا هبه هبه، ما تقوم بقى يلا بقى عشان نروح يلا مع بعضينا الدار. لا فين؟ هنروح عند الدار، طريق ايه؟ دار زهرة مصر. اعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ رايحين نزور الناس اللي هناك ونقعد معاهم شويه كده ونحاول ان احنا نفرحهم. وعمل وجبات. هبه بقول لك عملت الوجبات؟ بكره ان شاء الله باذن الله اعمل لهم احلى وجبات في الدنيا. بس احنا رايحين النهارده نزورهم ونودي لهم شويه حاجات، اوكي؟ يلا كده ايه؟ حاجات الكهرباء كده هيعملوا فيها ايه؟ هيعلقوها في السقف عشان تعمل لهم نور. كده كل اسئلتك انا جاوبت عليها؟ واخلي حبيبي. صباح الخير يا اصحابي. كيوتة قوي ما شاء الله عليك. عاملين ايه احلى مملكه في الدنيا، بقى لها اسبوع كده نايمين على السرير وجبسي بيه ربنا يخليه لي ويحفظه لي. هات ايدك كده. لا بقى خلاص بقى، حياتي هو اللي كان واقف معايا والله العظيم. الاربع ايام دول هي تعبانه قاعده على السرير وانا اقعد مع الاولاد اروح لها ابوس ايديا. احنا بقى كده الاربع ايام على طول، بس الحمد لله ان هي قامت لنا بالسلامه وبلا بالسلامه مسلمين. يلا بقى عشان عندنا شغل وعندنا ناس كتير عايزين نفرحها. مملكتنا مستنانا فيديوهات كده. مسلم الله يرضى عليك. واخلي حبيبي. 3 بحر خير، احلى طاقه ايجابيه في الدنيا، و3 بحر خير يا حبيبي في فيديو واحد، يعني انتم متدلعين على الاخر اهو. فين اللايك الجميل؟ احنا رايحين دار زهرة مصر لان احنا كنا عندنا شويه كهرباء. اتفقنا مع دكتوره سمر رايحين دلوقتي عشان نودي لهم الكهرباء، والكهربائي جاي بكره يشتغل فيهم باذن الله، ومسلمه تعمل لهم احلى اكل بكره باذن الله ان شاء الله. والنهارده وبكره ان شاء الله ايام سعيده باذن الله. والكهرباء يا جماعه هي مش قديمه والله، والجبس بيقول لكم قديمه. لا مش قديمه، هي اتركبت في الفيلا حوالي 6 شهور فقط لا غير، لكن هي بلونها والله العظيم وكلها جميله. بس احنا حابين ان احنا نفرح كل المملكه اللي هناك وكل الناس اللي في قلب الدار، ونروح نزورهم كل شويه بنتلكك عشان نروح نشوفهم. والله العظيم انا عايز اقول لك دي كده الحمد لله تاني يوم في المبادره بتاعت مملكه جبس مصر. الحمد لله انا تكفل بالكهرباء كلها. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، والله كلهم جداد اهو. بص حتى في وشاش لسه بكيسهم، يعني حاجات احنا كنا جايبينها، في حاجات كانت زياده وفي حاجات كانت يعني ما استخدمناش الا بتاع 3-4 اشهر بس، هم اولى بيها. هو جبس لما كان بيروح يجيب الحاجه ما كانش بيجيب الحاجه على قد الزراير، كان بيجيب بالكرتونه. يلا بقى عشان ما نطولش عليكم هنروح دلوقتي على الدار ونعرفكم على الناس اللي هناك. كان في 3 اسئله انتوا بتسالوهم. اسامه فين مختفي ما بيظهرش معاكم وعايزين نطمن عليه. اسامه خس 20 كيلو. عايز اقول لكم ان اسامه خس 20 كيلو يا جماعه.
ولا متحمس ان انا اشوفه، اقسم بالله. وكل اللي متحمس ان يشوف اسامه ينزل يعمل لايك دلوقتي ويقول لنا في الكومنتات عايزين نشوف هو اسامه. بعت لي صوره بس انا مش هوريها لك، وبعت لي صوره خليها مفاجاه والله، وهخليها مفاجاه الجبس، انا شفته بس هخليها. وبالنسبه لاميره صاحبه ام مسلم خلاص صلحتها وكله تمام، وعشان انتوا برضو كنتوا متضايقين ان هي كانت بتظهر معانا في برضو كتير من مملكتنا، فهي لا قالت لا خلاص مش حابه نعمل يعني فيديو مع بعضينا ونفضل اصدقاء وكده وخلاص. يعني المسلم هم اصحاب دلوقتي بس مش هتصور معاهم تاني عشان خاطركم انتوا، صح كده؟ عشان بس هي اتضايقت المره اللي فاتت من المقلب وانا اتضايقت اكتر. بس خلاص بقى، بس اهم حاجه ان انا دماغي شغاله مش بتنام وعملت اللي انا عايزه. يلا بينا بقى. بص يا ابوك كده راح لمصر احمد فيا كده راح مركز سوبر قعد لكن لا. ماشي، بص اللي انا فهمته من كلامك كله في كلمه مرج وفي كلمه لا ما قالش مرج والله. انت قلت مرج. لا هو بيقول لك هنروح زهرة مصر نقعد معاها شوية. زهرة مصر ولا مرج؟ لا سهرة مصر مرج. سهرة مصر مرج اهو، مش انت قلت مرج؟ زهرة مصر. طب ما انت مصر مرج كده نشوف تاني. بقول لك المرج الجديدة نشوف ريتال. هو انت وانا مش سامع ابني ولا انت هتبوظي لي اللغة اللي انا شوية الكلمات اللي انا لقيتهم منه هتكدبيني فيهم؟ طب يلا ماشي يا ستيم. هو المهم يعني الموضوع اللي انت بتقوله ده في غاية الأهمية، وان شاء الله هاخد اجراء في الموضوع ده. لوكا بلو لايك رسلوا. اوكي اعمل لايك وانزل. بابا بكره اتفرج على السقف. عايز اتفرج على السقف؟ طب اقلع الكوتش عشان انا لسه غسل العربيه من جوه. لا غسل العربيه من جوه. اصل معلش يا ابا احنا في الشتاء كل شويه اغسلها بره وجوه، جوه تبقى نظيفه وبره تتبهدل. فانا قلت لا اشغل دماغي. الحمد لله يعني قلت الصراحه. قلت خد يابا احلى سقف اتفرج عليه يابا اللي انت عايزه يا عم ستيف، انت تؤمر يا اسطى. دلوقتي يا جماعه احنا لسه واصلين اهو الدار، بقالنا اكتر من ربع ساعه قاعدين مع الدكتوره، صراحه يعني ضحك ملوش بنورك والله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست الكل عامله ايه؟ على فكره اللي في جوازه دلوقتي واقفه على راي حضرتك. لا ده الحاجه هي دي رقم معاها. هي بتقول لك الحاجه رقم واحد. انت روحك معاه وعايز تاخد رايك تتجوزي الراجل الطيب اللي قاعد ماسك الكاميرا ده. اللي جنبه دي بيقولوا بالصراحه. دي تعتبر بص بنت عمتي اقسم بالله والله ما بكذب عليكي ده. والله احلفي بالله. اقسم بالله والله فعلا بنت عمتي. اقسم بالله ده ابن خالي، اقسم بالله ابن خالي. يعني خلاص طب راحه فين؟ طيب العروسه سابتنا ومشيت اهي. ينفع كده يا عم عبده؟ اتكسفت. انا هتجوز واجيب لها اللي هي عايزاه بعد اذنك. القلب وما يريد بقى بعد اذنك. وانت اللي اعترفت قدام اللي انت القلب دليلي. ايه يا سيمو؟ مين العسول اللي مع سيمو ده؟ والله ربنا يخليه لك يا رب. ها الحاجه جت اهي. الحاجه جت خلاص هنتفق يعني دلوقتي ست الكل. اتفق طب معاك. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ طب قولي لنا على شروطك. طيب هم اللي يعملوا انا اللي بنعمله. طب انت ايه؟ احنا بنتكلم بجد مش بنهزر. احنا مش بنتكلم جد يا دكتوره. جد اهو. احنا اتصلوا لا عشان هم وهي راضيه؟ اهي اهاليها يعني ابوها واهلها يعني. هي ما هي بنت عمتي دي، هي مديرة اعمالي. انا مديرة كده هم اهلها لازم هي السكرتيرة على كده. كل يجي يتفق يا خارج. انا عايز اعرفك على حاجة. الكلام ده عندي. لا دي هنا وهناك هو ده اللي عندي. لا لا اللي اتفقوا رجال ما فيش الكلام ده. خلاص ما انا هتكلم مع الحاج عبده اهو. هي جدتها جايه اهي. خلاص ما فيش مشاكل. لا ما انا هتجوزك انت جدة مين؟ مبدئيا يا هدى ايه رايك؟ لا هم يوقفوا الاول يجيبوا اهلها. ماشي لو انت طلباتك ايه من الراجل الطيب؟ لا جيب لها اللي يجيبوا لها، ما كانش يتقالها بالمال والفلوس ما كانش. هيتقالك انت بالمال، ما هيتجوزك انت. يتجوزها اجيب لها حاجتها كافه ما يكون اهلها. انت انا موافقه مش موافقه ده اهلها، هي الرد عندك بنتهم واهلها. هي بتتكلم بالاصول والله يا دكتور. محتاجه كام شبكه قد ايه؟ والله اللي يطلبوا اهلها وابوها واهلها والله. هي قصدها برضك على جدتها وعلى عم عبد اللي يطلبوه هو اللي هيمشي. ايوه صح كده. طب انا هطلب لك دلوقتي 4 أو 5 عشان يبقى 5 في عين العدو، 5 غوايش و5 سلاسل. ايوه و5 حلقان. وهنعمل الفرح يوم الخميس ويوم 5 في شهر 5. اي ما هنعمل الخميس اللي بعد الجاي بقى. اللي هيجيبهم ما لازم يتحبس. كل حاجه صح يا عم عبد. لا دكتور روح يسرع عشان الحاجات دي. لا يا عم انا مش موافق، حرام عليك كده. لا تسلم والله. شوف راجل رحيم بيا اهو، عارف ان الدنيا غاليه والشباب اهو ربنا يعينهم. هم كفايه كده
دلوقتي القانون الجديد انا بيدي هجوزك خلاص على الراجل كده. ده. خلاص تمام ماشي. ايه رايك بنت عمتي يا مديريه اعمال؟ فكر يا جماعه انا متاثر دلوقتي لان كسرت بقلب العروسه، كسرت بقلبه وقالت لي انا رفضاك. يعني انت ما اعترفتليش بحبك ليا؟ يا اخي حبينا ايه تعرفش مني لا انا قلبي مكسور، لحظه متاثر. واحنا من يا اخي قله الادب دراخ بقول لك انا عايز اتجوزك على سنه الله ورسوله، في ايه؟ وانا بتكلم في حاجه غلط عم عبده؟ كلمه واحده، كلمه راض بنت كلمتها زي الولد، ممنوع عند البنات بالتراضي. لا الراجل مش زي الست. مديرين امن مش مديرين امن كلمه واحده. لا يا اخي ما عندش بنات بالتراضي. تعرف اللي محببني فيكي ايه؟ ان احنا هنخلف عيال نعلمهم الاصول، ان انت كل كلامك بالاصول. لا دي حقيقه يا اخويا على كلام الرجال. فهمانه انت احلى حاجه فيك انت لا فهمانه. هو ده اللي عندي يا اخويا، ما جوزت بنات بالتراضي. خلاص ماشي براحتك عادي، انا كنت رجل اعمال ومشهور على السوشيال ميديا كلها. لا انا مشهور ولا مش مشهور. اه والله انا مشهور، انا سوبر ستار. ولا انت تسوق على يا جماعه دلوقتي ام مسلم لسه خارجه من عند نسين هي والدكتوره، وبسم الله ما شاء الله كانت بتمدح فيها. عشان الناس تعرف ان انا ساعات الناس يعني هم النزلاء ساعات بيتضلوا عليا عشان هي قالت عنها لا، هي كلام ما شايفة. حصلش. واقسم بالله قالت عليا كلام انا اول مره اسمعه منها بدأ. قالت ان انت لا ست طيبه وست جميله. لا خالص ما قالتش كده عشان ما نكدبش. لا واللي مستغربه ان هي راضيه عني جدا النهارده. راضيه لا عني وعن انا كمان يا دكتوره. آه. تقول لي لا. انت عيونك راجل. طب والله لو دخلت لها بكره هترضى عني. لا بس هم بيقولوا هنا ان هي بتحب ما بتحبش البنات. ما بحبش البنات. هاتي يا رضا كوبايه ميه بعدين. ولا ولد مش الشتاء. انا وحش؟ ليه بس ده انا قلت لا انت اول ما شفتيني قلت لي معانا جبس مصر هنا. حبيبي حبيبي والله على راسي. اهم حاجه هي ام مسلم. اهم حاجه هي حبتني. النهارده ام مسلم وجبس مصر جايين عشان علينا افضل الصلاه والسلام حبيبي يا رسول الله. صلى عليه عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. لا بس خلاص اهدي بس هنتكلم مع بعض. هنتكلم. هنجيب لك حالا جبس مصر النهارده ومسلم جم ينورونا في دار زهرة مصر عشان يشوفوا جليله الجميله يسلموا عليها. ربنا يحفظك. جلجل القمر اللي نورت حياتنا في دار زهرة مصر. انا ما اسميش جلجل. اما انت اسمك ايه؟ اسمي صابرين، اسمي ناجحه، اسمي برزق. انت منين طيب؟ الغرب والكلام. هي دلوقتي لحد دلوقتي مش عارفين مكانها هي منين، يعني لحد ما نعرفش قولي لي مكانها. بقى سمر. احنا الحاجه جليله جالنا بيها استغاثه ان هي قاعده في الشرقيه في منطقه اسمها ابو كبير، واحنا الحمد لله انا يعني بص انا عملت لها اللي ما يتعمل علشان اجيبها معانا الدار. قعدنا غنينا وهيصنا واتكلمنا واقنعتها بكل الطرق، وفجاه كده لقيتها بتقول انا هاجي معاكي، والحمد لله جت معانا دار زهرة مصر وعملنا محضر في الاسم اللي هو اسم ابو كبير في الشرقيه. بشكرهم جدا طبعا وبشكر حضره الضابط على وقفته معانا، بجد كان اسهل محضر شفته في حياتي. المحضر ما خدش 5 دقائق بجد، ربنا يجازيهم كل خير. وشكرا لكل اهالي الشرقيه اللي وقفوا معانا، كل اهالي الشرقيه اللي وقفوا عشان خاطر نساعد الست الطيبه دي وننقلها هنا في الدار. والحمد لله هي معانا حياه كريمه الحمد لله في دار زهرة مصر. ليه يا عمري مالك؟ مين اللي زعلك؟ فاطمه التخينه؟ التختوخه؟ طب وانت ما ضربتيش نصره؟ مش زعلتي نصره؟ خلاص انا هجيب لك كالسيوم. بس انا قلت لها ان انا هجيب لك فيتامينات وكالسيوم. ايه؟ تحبي تقولي للناس اللي بيقولوا ان انت بتضربيني؟ انت بتضربيني؟ لا طبعا. لا بتضربيني؟ لا ده انت زي العسل. لا هي ما بتضربنيش فعلا على فكره. ما انا بقول لها انت زي العسل. مش بضرب. لا بتقدرش، بتحبني جدا وما بتقدرش تضربني. بحبك بس بضربك برضه. تحبيني قد ايه؟ العالم على الله. انت خشيتي في بطني يا ولا؟ قلبي في قلبك. قلبي ما يستعكيش. ليه؟ لا كان فيه الواد ده. انا اللي كسبت كده. انا كل اللي يشوفني عايز يتجوزني. لا انت ما انتش جاي انا جاستن بيبر في نفسي يا لا مش جدعان. هيجي معايا تاني لا ابدا. لا كده جبس هدى عايزه تتجوزه وجليله. كتير لا ما يجيش وسع يا ابني انا جاستن بيبر. معايا تاني ابدا. انا اجي لوحدي.
ايوه يا مسلم، اللي جاب لك يخليلي. لا والله ده بنت فوفا، وحابه اضمنكم على فوفا. فوفا بقت كويسه، وبصوا بنتها ايه بسم الله ما السكر. شاء الله. الله كل ما أكبر، اديها الله لحد أكبر. تعيط، بحب اشيلها قوي. خلاص بقى. جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. بنوته اهو عقبال ما ربنا كده يرزقنا كده يا رب كده يا رب. بس مش دلوقتي خالص، الوقت ولا الزمن ده محتاج عيال قولي يا رب عشان تبقى حبيبه باباها. قولي يا رب. انا قلت يا رب، والله قلت يا رب. قولي يا رب تاني. بس كفايه علينا سليم وحبيب. احنا كده عرفناكم بجد على ده العيله اللي كلام موجوده كلها هنا مملكتنا، وعيله جميله والله، وان شاء الله أكيد تصوروا كده. فيديوهات كتير مع الناس الطيبه الجميله دي، وانتظر منكم كل الدعم لدار زهره مصر. اسيب لكم كل اللينكات بتاعتهم بتاعت الدعم تحت في الكومنتات، واي حد يقدر يساعد بشيء ما يتاخرش. الدار هنا جميله، ان شاء الله بيكم هتبقى اجمل واجمل واجمل. بس اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.